هذا لنا في المحاضرات السابقة، وأشبعنا الكلام فيه إلى حد كبير. لكن على كل حال بنحو الإجمال أقول لك حسب دلالة الأحاديث الصحيحة أن عمر تزوج من أم كلثوم صحيح، لكن بعد أن هدد أمير المؤمنين سلام الله عليه كما دل عليه روايات صحيحة عندنا أنه هدده بأنه إذا ما وافق على الزواج فإنه سيقيم عليه شهادة بأنه سرق وسيقطع يده في السرقة. فالمسألة دارت بين حفظ الإمامة، أن الإمام هل يجب عليه أن يحفظ الإمامة أو يحفظ بنته. حفظ الإمامة أولى لأنها متعلقة بمصالح الدين، فلذلك الإمام رضخ مكره، ولهذا روي عن الصادق سلام الله عليه أنه قال ذلك فرج غصبناه. لكن الكلام أنه هل أن هذا فيه دلالة على، طبعا أهل السنة لا يهمهم مسألة أنه زواج أم لا، بقدر ما هم يريدون أن يستفيدوا منه. لا يمكن أن يتزوج بنت أمير المؤمنين، ليش؟ لماذا لا يمكن؟ بالقوة والقهر الله سبحانه وتعالى جعل الأمور أمور تجري بمجاريها الطبيعية، ما جعل المسألة خاضعة للإعجازات ليبتلي الناس. وإلا كيف ما يمكن عمر أن يتزوج بنت أمير المؤمنين ويستطيع أن يغصب الخلافة التي هي أهم؟ لماذا ترك يغصب الخلافة التي هي أهم؟ الخلافة ليست أهم، فيها مصالح للدين عظيمة، مع ذلك غصبها مثلا واستولى عليها. فعلى كل حال، فبالنسبة إلى نحن الذي نقوله نحن على كل حال أشكر هذا الذي يسبني في التكست، وأنا أشكره على ما وصفني به، ولكن نحن نتكلم بكلام علمي وكلام تابع لوجود الروايات. أكون مجرما أو لا أكون مجرم هذه مسألة أخرى، لعلك عندما أناقشك تقتنع بما أقوله، بارك الله فيك. على كل حال، فإذا المسألة هكذا، فليست المسألة راجعة إلى ما يقوله هؤلاء أن الإمام كان راضيا ومحبا وكان محبا لعمر ولهذا زوجه محبة له، مع أنه هم يرون أيضا أن علي عليه السلام لما خطب منه عمر قال إنها صغيرة. فأين هذه المحبة؟ وهل يمكن شخص يحب شخصا يذمه في كلامه كالخطبة الشقشقية وغير ذلك؟ على كل حال هذا كلام طويل، وإجمالا على من يريد أن يثبت أن هذا الزواج حصل بمحبة أمير المؤمنين أن يثبت ذلك. نحن نقول رواياتنا الصحيحة دلت على أن أمير المؤمنين كان كارها ومجبرا، كما كان لوط عليه السلام كارها لما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فأراد أن يزوج بناته من أولئك القوم الكافرين، لكن دفعا للأفسد بالفاسد، لدفع الأفسد الذي هو فعل اللواط بضيفه بالفاسد، وهو زواج هؤلاء من بناته. فإذا التزويج ما يدل على الرضا والمحبة لمن تزوجه، لأنك قد تكون مضطرا كما كان لوط عليه السلام مضطرا لذلك.
وأما ما سألته من السؤال الثاني أن أمير المؤمنين سمى أبناءه بأبو بكر وعمر وعثمان، وهذا طبعا هم أيضا هؤلاء يستدلون من ذلك على أن أمير المؤمنين يحب أبا بكر وعمر وعثمان لأنه سمى بأسمائهم. ونحن نقول في الجواب بنحو الإجمال أن أمير المؤمنين أولا ما عنده ولد اسمه أبو بكر، عنده ولد اسمه محمد كنيته أبو بكر، لا أن اسمه أبو بكر. ثانيا أنهم رووا أن عمر هو الذي سمى ابن أمير المؤمنين بعمر في بعض الروايات، الآن لا يحضرني مكانها، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بشر بولد وكان عمر جالس، قال سمه عمر، فأمير المؤمنين ما أراد مجادلته والرد والإنكار عليه أو تغيير حتى لا يحمل على محامل أخرى، ومن أجل كف الشر سماه عمر لا لمحبة عمر. وأما عثمان فهناك بعض الصحابة الأجلاء الذين اسمهم عثمان، وليس فقط عثمان ابن عفان، مثل عثمان ابن مضعون وهو من الأجلاء العظام، الصحابة العظام الممدوحين. فلماذا لا يكون أمير المؤمنين سلام الله عليه سمى ابنه بعثمان، لعله من أجل عثمان بن مضعون. ما الدليل على أنه لأجل عثمان بن عفان؟ هذا أولا. ثانيا أن هذه الأسماء كانت متعارفة في ذلك الوقت، ولا دلالة في من يسمي، يعني ما اشتهرت عمر كثير حتى في الصحابة من اسمه عمر. عثمان أيضا هناك في الصحابة من اسمه عثمان، وأبو بكر هذه من الأسماء المشهورة غاية ما في الباب. الآن عندنا نحن على مر العصور صارت مشهورة بهؤلاء، ففي ذلك الوقت ما كانت خاصة بهم، لأنه ليسوا أول من سموا بهذه الأسماء حتى يكون مثلا التسمية يراد بها هؤلاء الأشخاص. هذه أسماء كانت معروفة، والصحابة كانوا كثيرين بهذه الأسماء. فعلى هذا الأساس نقول أين الدلالة على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه سمى أبناءه بهذه الأسماء نظرا لمحبته إلى أبي بكر وعمر وعثمان. وعلى من يقول ذلك أن يثبته بالدليل لا بالتوهمات والخيالات. ثم نحن على كل حال ندعو لك أيها الأخ العزيز بالدعاء والصحة والعافية، وأن يكللك بموفور الصحة إن شاء الله، وترجع إلى بلدك سالما معافى إلى سالمين. وأعتذر من بقية الإخوة الأعزاء الذين يريدوا أن يسألوا لانتهاء الوقت، وأشكر أخي العزيز المشرف المراجعات على ما بذله من جهده ووقته في إدارة الغرفة، وأشكر باقي الإخوة الأعزاء على استماعهم وعلى دعائهم، كما أشكر الإخوة الذين